هنعمل مع بعض أكلة شعبي سهلة وبسيطة وحلوة جدا بالشكل ده، وطعمها تحفة جدا ومش هتكلفنا أي حاجة. هنعمل مع بعض البصارة بطريقة سهلة وبسيطة. أول حاجة عندي هنا نص كيلو من الفول المدشوش، بيتباع في أي سوبر ماركت أو عند العطار، بيكون بتاع الطعمية. وبعد كده بننقعه لمدة 6 ساعات عشان تكون حبة الفول معايا طرية ومتاخدش وقت كتير في التسوية. بعد كده عندي هنا حزمة من الشبت والبقدونس والكزبرة، ونص حزمة من الفجل او الجرجير، ولو مش متوافر هنكتفي بالخضرة بس، وبصلاية متقطعة اربع، و5 فصوص من الثوم. اول حاجة عندي هنا حلة فيها مية بتغلي، وبعد كده غسلنا الفول بتاعنا وصفناه في مصفى. بعد كده هننزل بالفول عندي هنا في المية اللي بتغلي، وبعد كده هننزل بالخضرة، شبت وبقدونس وكزبرة، كل حاجة حزمة صغيرة. وعندي هنا نص حزمة من الفجل اللي هو بيكون شكل الجرجير، ولو مش متوافر هنكتفي بالخضرة بس، والبصل والثوم. واهم حاجة ان تكون المية ما تكونش مية كتير عشان البصارة معانا تطلع متماسكة. بعد كده هنغطي عليها ونسيبها لحد لما تستوي بالشكل ده. نلاقي الفول معانا استوى، بتاخد حوالي من 8 ل 10 دقايق، ما بتاخدش وقت كتير في التسوية. بعد كده بنصب خليط البصارة في الخلاط، وبعد كده بنفرمه كويس جدا لحد لما الفول بتاعي ينعم، وكل الخضار اللي معايا ويبقى كله خليط ناعم بالشكل ده. بعد كده هناخد الخليط ده ونرجعه في الحلة على النار، وبيكون لونه بالشكل ده كده. وبعد كده بنسيبه يغلي على النار لمدة 10 دقايق. وبعد كده بنضيف له ملح وكمون وكزبرة وشطة اختياري، بس بيكون سبايسي، بيكون طعمه حلو. وبعد كده هنخلط الخليط ده مع التوابل، وبعد كده بنسيبه يغلي لمدة 10 دقايق على النار، وبيكون بالشكل ده كده، بيكون سمكه بالشكل ده. بعد كده هناخد البصارة دي، وبعد كده هنعمل لها طشة حلوة جدا، وده بيكون كده سمك البصارة بتاعتنا بالشكل ده كده. بعد كده هنعمل لها طشة حلوة جدا. اول حاجة عندي هنا معلقتين من الزيت، وبعد كده عندي هنا بصلاية مفرومة ناعم، هنحمرها كويس جدا في الزيت لحد لما تاخد لون ذهبي. هنفضل بقى نقلب فيها لحد لما تاخد اللون الذهبي بالشكل ده كده. بعد كده سيبناها لما احمرت بالشكل ده. بعد كده عندي هنا معلقة صغيرة من الثوم المفروم، بعد كده هنقلبه كويس جدا مع البصل لحد لما ريحة الثوم تتشوح مع البصل وريحته تبدأ ان هي تطلع وياخد لون ذهبي بالشكل ده كده. بعد كده هناخد من البصل اللي احنا حمرناه مع الثوم، هناخد منه حوالي معلقتين بالشكل ده. وبعد كده عندي هنا على البصل والثوم هننزل عليه بمغرفتين من البصارة بالشكل ده، ونخلطهم مع بعض كويس جدا علشان ياخد من طعم البصل والثوم بالشكل ده. وبعد كده هنبدأ ان احنا نصبه على خليط البصارة، وبعد كده نخلطهم كلهم مع بعض كويس جدا علشان يبقى البصارة بتاعتي متطعمة بالبصل والثوم بالشكل ده. وبكده بتكون البصارة معانا خلصت، حلوة جدا وسهلة وما بتاخدش وقت، وحلوة جدا وطعمها تحفة. بعد كده بنقدمها في اطباق بتكون في الحجم ده كده، بتكون حلوة جدا بالشكل ده كده. بتكون حلوة
وما بتاخدش وقت وطعمها تحفة جدا، وما بتكلفناش غير بس الفول اللي احنا هنشتريه. بعد كده عندي هنا البصل اللي احنا خدناه من الطشة، بنبتدي ان احنا نجرنش بيه على البصارة من فوق بالشكل ده. وده كده بيكون شكل اطباق البصارة، حلوة جدا وطعمها تحفة، وبتكون بالشكل ده. فجربوها تعجبكم جدا جدا. قدموا بقى معاها مخلل او بتنجان مخلل، فبتكون حلوة جدا وطعمها تحفة، واكلة اقتصادية وشعبية وما بتاخدش وقت. مدة التسوية بتاعتها حوالي من 10 ل 15 دقيقة، فحلوة جدا.